الدنيا مقفلة، والابتلاء اللي انت فيه عمال تطلع من ابتلاء تخش في ابتلاء، وتطلع من بؤرة تقع في ضحضيرة. ده اختبار قدرات ليك. لو انت مش مصدق تعالى هقنعك. في ناس تقول لك ازاي انتوا بتؤمنوا ان اذا احب الله العبد ابتلاه، وان المؤمن دايما مصاب؟ ازاي ابقى مؤمن بربنا ومؤمن برحمة ربنا ومؤمن بان ربنا معايا وبعمل خير وبتاع وعلى طول انا في ابتلاءات؟ افهم، الابتلاءات اللي انت فيها ده اختبار حقيقي لثقتك بربنا، ده اختبار حقيقي لثقتك في قدرة ربنا، ده اختبار حقيقي لحسن الظن بالله. ده مش ليك انت بس، ده ليك وللي حواليك. انت عمال تقول انا مؤمن بربنا، وربنا ده هينجيني من اي مشكلة، ربنا ده فوق الكل، ربنا هو اللي متحكم في كل حاجة، اللي احنا بنعمله ده مجرد اسباب. ده طول ما انت بعيد عن الاختبار ده مجرد كلام. الايمان الحقيقي واليقين الحقيقي وعلاقتك بربنا الحقيقية بتبان وقت الابتلاء، وقت الاختبار. عشان تبقى فاهم، الاختبار ده مش لربنا، ربنا عارف اللي جواك وعارف المستقبل والماضي وعارف كل حاجة هتحصل. ده اختبار من ربنا بس ليك انت قدام نفسك. فين حسن ظنك بالله وانت شايف الدنيا مقفلة وخلاص ملهاش حل وعايز اقوم ارمي نفسي من الشباك؟ فين ثقتك في قدرة ربنا عليك وعلى اللي ظلمك لما انت شايف خلاص ملهاش حل ومقفلة من كل ناحية؟ طول ما انت الشعارات اللي بتقولها، وطول ما انت الكلام اللي انت بتقوله لم يختبر بعد، فهو مجرد كلام. اختبارك الحقيقي وثقتك الحقيقية وقدراتك الحقيقية هتبان في الابتلاء، ولازم الابتلاء يبقى على قد ايمانك. شوف الانبياء، سيدنا ابراهيم كان هيترمي في النار، سيدنا النبي ما فيش ابتلاء في الدنيا ما حصلهوش عليه الصلاة والسلام، سيدنا موسى كان فرعون خلاص إنا لمدركون، الناس بيقولوا له إنا لمدركون. يعني انت بتقول شعارات ما لم تبتلى، وثق بان الابتلاءات اللي جات لك وتقفيلة الدنيا اللي حواليك دي معناها ان ربنا عايز يبين لك معدنك الحقيقي. زي ما ربنا قال في القرآن كده، انت الذهب علشان معدنه الحقيقي يبان بندخله في النار. فاللي اي كلام واللي عامل زي الخبث بتاع الحديد ده بيمشي ويترمي. الناس اللي هتقول وانا مؤمن وربنا فوق الكل ومع اول ابتلاء الانهار ويقع، ده مش مؤمن حقيقي، ده ما عندوش حسن ظن بالله حقيقي، ده ما عندوش يقين حقيقي. لكن الذهب هو اللي بيطفو ويفضل. خليك ذهب مش زبالة لا مؤاخذة. فالابتلاءات اللي انت فيها دي اخرها فرج كبير من ربنا، طالما انت هتنجح قدام نفسك وقدام غيرك في اختبار قدرات ثقتك وحسن ظنك بالله. وده مش ليك بس، للي حواليك. تخيل اصحابك، جيرانك، قرايبك، معارفك، مراتك، ولادك، لما يلاقوك ثابت كده قصاد الابتلاءات، وان انت خدت بكل الاسباب وعملت كل عليك والدنيا مقفله، بس انت عمال تقول ربنا هيفرجها. انا متاكد وربنا هيفرجها. هم ايمانهم برب هتاخد ثوابهم هم كمان. فان شاء الله تنجح في اختبار القدرات الصعب اللي على قد ايمانك. ان شاء الله ربنا هيفرجها باذن الله. وصباح السعادة.